احنا عارفين ان بروك ليزنر من الاسماء الكبيره في المصارعه، واحنا بنشوف على الحلبه عباره عن وحش لا يعرف الرحمه، غير انه سريع الغضب. لكن ما نعرفش ان بروك ليزنر رغم كده ليه مصارعين بيحبوهم ومصارعين مش بيحبوهم. هنشوف في فيديو النهارده ابرز المصارعين اللي بيحبوهم بروك ليزنر والمصارعين اللي مش بيحبوهم. بس قبل ما نبدا نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناه. بارون كوربن من الاشخاص المحبوبين لبروك ليزنر، غير انهم اتصوروا مع بعض في اماكن عامه زي المطعم وهما بياكلوا مع بعض، وده يدل على صله وثيقه بين الاتنين. مات ريدل من المصارعين المكروهين بالنسبه لبروك ليزنر، لان مات ريدل كان بينتقد دايما بروك ليزنر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب ليزنر منه كذا مره ان يتوقف عن انتقاده، لدرجه انه ليزنر رفض العمل معاه. سي ام بانك من المصارعين المحبوبين لبروك ليزنر، مع انه كان في عداء بين الاتنين في الحلبة وقدموا مباراة من افضل المباريات المهنية في حياتهم، مع ذلك فهو صديق مقرب لبروك ليزنر لانهم كانوا متوافقين خلف الكواليس. ويقال ان ليزنر تواصل بشكل خاص مع بانك لما انضم لليو اف سي. كريس جيريكو من المصارعين المكروهين جدا لبروك ليزنر، الكره وصل بين الاتنين لدرجة انه تحول لقتال حقيقي. معروف ان كريس جيريكو شخص واثق من نفسه، ومع ذلك اتكلم بطريقة مش كويسة عن بروك ليزنر كانت هتسبب في قتال شوارع بين الاتنين. ستيف اوستن، في ناس كتير تعتقد ان بروك ليزنر واوستن اتنين بيكرهوا بعض، لكن الحقيقة ان الاتنين دول اصدقاء في الحياة الواقعية، وكان بينهم مباراة على الحلبة، لكن المباراة دي ما عملهاش ترويج بشكل صحيح، ومع ذلك تجمعهم رابطة الصداقة. بوب هولي من المصارعين المكروهين لبروك ليزنر، لان بروك ليزنر لما كانت المباراة اللي كانت بينه مع بوب هولي قال ان هو غير سعيد، لكن ما ذكرش اسم بوب هولي. والمباراة لما اتلعبت بين الاتنين ليزنر كسر رقبة هولي، لكن هولي طلع في تصريحات وقال ان الموقف ده كان عبارة عن خطأ لم يكن متفق عليه. جيندر ماهال مصارع مكروه بالنسبة لبروك ليزنر، لان الوحش بروك ليزنر ما احترمش ماهال في اي عرض من العروض، غير انه رفض العمل معاه. اما ايدي جريرو من المصارعين المحبوبين لبروك ليزنر، اللي اثبت كده انه لما توفى ايدي جريرو كان موته مؤثر جدا لبروك ليزنر، لانه كان صديق مقرب لايدي جريرو. اما دين امبروز من المصارعين المكروهين لبروك ليزنر، لانهم ما كانوش متفقين على اي حاجه في المصارعه، حتى قبل سيناريو العداوه اللي كانت بينهم، ومشجعين كانوا متحمسين لقصه العداوه اللي كانت بينهم، لكن الاتنين ما كانوش متفقين باي حال من الاحوال، والعداوه ما طلعتش بالشكل اللي الجمهور كان مستنيها. دول ابرز المصارعين المحبوبه والمكروهه للوحش بروك ليزنر. اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.